السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة يا رب. خليني أسأل سؤال مباشر جدا. لو أنت لو حد جالك بيقولك أنا عندي ألم في الركبة، إيه أول حاجة أنت هتركز عليها أو هتبص عليها؟ في الأغلب هتقول أنا أهم حاجة أو أنا هركز عليها هي الركبة، عشان الألم في الركبة، صح ولا لأ؟ كلام سليم جدا. طب لو انا قلت لك ان الم الركبه ده ممكن يكون اصلا مش في الركبه، او المصدر بتاعه الاساسي مش في الركبه، ممكن يكون سبب ضعف او مشكله في عضله تانية، او مثلا الخلفيه، ممكن يكون شد في الخلفيه بسيط. اوكي، بس سبب الالم ده في الخلفيه مش شد عضلي، ممكن يكون شد عصبي. فاحنا لازم نشوف الفرق بينهم عامل ازاي. المشكلة إن أغلبنا هو بيحفظ تشريح، أوكي، بس مش فاهم يعني إيه تشريح قوي. يعني لما حالة تجيلك، أوكي، أو أنا مثلا في بدايتي خالص، أنا كنت أي حالة تجيلي أنا بتوه، مش بكون عارف أعمل إيه، مع إني عارف الإصابة وعارف علاج الإصابة دي كذا. فهمنا الفكرة؟ بس ما كنتش في الأول فاهم النقطة دي. فاحنا في الفيديو ده او في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنفهم ليه التشريح وحده مش كفايه. اوكي، وان لازم نفكر كاخصائي تاهيل، مش شخص حافظ اصابات، او مش شخص حافظ اصابات وعارف العلاج بتاعها. فليه بقول كده؟ بقول ده عشان اغلب الطلاب، تمام، او انا كنت واحد منهم، او الناس كتيره جدا في البدايه، تمام، سواء كان علوم رياضه او تربيه رياضيه سابقا، بنعمل ايه؟ احنا بنكون حافظين الاصابه، تمام، والتمارين بتاعتها، بس لو الالم ما خافش انا ممكن اتوه، صح ولا لا؟ كام حد ممكن حصل له الحته دي؟ تمام، كام حد حصل له الحته دي؟ عشان هو طالب علوم رياضه، هو حافظ المنشأ، حافظ الاندغام بتاع العضله، اوكي، وعارف العصب بتاعها وبتعمل ايه. وممكن ناس عارفة الإصابة بتاعت العضلة، لا أكتر ولا أقل. هو ده حلو، بس ده مش كفاية، لازم تعرف تتعلم مجالات تانية، أو مجالات تخدم مجال الإصابات. أوكي، فإحنا نبص على إن الإصابة هي مش جزء محدد في العضلة، لا، إحنا بنبص على العضلات كلها مع بعض. طب تعالى نبص أو تعالى نشوف إيه هي أصلا الإصابة. الإصابة ليها أسباب كتيرة جدا، تمام، ممكن يكون حركة مفاجئة، مشكلة في الحركة نفسها، أوكي، أو علم الحركة عامة، حمل تدريب زايد، ممكن يكون مشكلة في الأرضية، حركة مش مظبوطة، أوكي، أو مشكلة في سلسلة الحركات بتاعت الأداء. ففي أسباب كتيرة جدا جدا. تعال ناخد مثال هو هيلخص الفكرة كلها، أو هيفهمكم الموضوع كله. زي ما قلنا ان الم الركبه هو مش شرط خالص يكون مشكله في الركبه نفسها، لا، ممكن يكون مشكله فين يا احمد؟ ممكن يكون مشكله في الجلوتس. اوكي، لو عضله الجلوتس ضعيفه بتاثر على الركبه. مشكله في الحوض، تمام، مشكله في رجلك نفسها. فهمت الفكره؟ ده كله عوامل هي بتاثر على الركبه. في مثال تاني، ناخد مثال تاني. الضمه. الضمه عارفين ان احنا من 5 عضلات. الضمة دي ممكن ألم فيها ممكن يكون مشكلة في الألم أو بسبب تاني، تمام. السبب زي إيه؟ برضه ممكن يكون مشكلة في الجلوتس، أو مشكلة في صابع رجلك، في رجلك. فشفتوا الفكرة عاملة إزاي؟ كله داخل في بعضه. ممكن يكون ده أحسن حاجة في مجال التأهيل، إنك مش بتركز على حاجة، لأ، ده أنت ممكن تدور أصلا عشان تشوف المشكلة فين. اتفقنا؟ طب احنا نعمل ايه، او احنا نركز في ايه، او نتعلم ايه؟ طبعا عشان تتقن الاصابات لازم هتتعب. اوكي، لازم هتتعب.
لازم هتتعلم التشريح، هتتعلم التشريح. اوكي، لازم تفهم العضلات تتكون ازاي، سواء كان منشأ، انضغام، آه الحركة بتاعتها، النيرف او العصب بتاعها. لازم تفهم الحاجات دي كلها. لازم تفهم تفرق ما بين ألم العضلة وألم من سبب تاني، أو ألم عضلة أو سبب عصبي. لازم تفرق بين دي امتى ودي تكون امتى. تمام. لازم تفهم برضو ايه الاختبارات، او تعرف العضلة دي ايه هي الاعصاب بتاعتها او الاصابات بتاعتها. ايه هي الاصابات بتاعتها. طب افرق منين سواء دي كان اصابة، تمام، زي مزق او شد، او اصابة، اوكي، وبين العضلة ضعيفة. فكل حاجة ديت ليها اختبارات تعرف منها. فهمنا الفكرة؟ برضو لازم تعرف فيسيولوجي، علم الحركة، كل المواضيع دي. اتفقنا؟ فإن شاء الله إحنا في الفيديوهات الجاية إحنا هنتكلم في مختلف المجالات إن شاء الله، سواء كان إصابات أو تغذية أو إعداد بدني، أو مختلف المجالات التانية في العلوم الرياضية، أوكي، أو في الكلية. فأنت لو فعلا لو أنت شخصية مهتم بالمحتوى اللي زي ده، أوكي، أتمنى تقولي في التعليقات تحب نبدأ بعضلة إيه الفترة الجاية. وتقريبا احنا هنبدأ بالطرف السفلي، عشان اغلب الاصابات اللي فيها بتكون منتشرة اكتر، سواء كانت في الركبة، في الانكل، عضلة الخلفية، رباط صليبي، خلافه. اتفقنا؟ اكتبوا لي في التعليقات. ما تنساش تعليق مناسب، او التعليق او اي سؤال عندك، مع لايك مع اشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.